بعد خيبة الأمل وقصاء المنتخب الجزائري في الدور الأول في كان كودت فوار، قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم الممثل في رئيسها وليد صادي إقالة المدرب جمال بالماضي، وهاته هي الأسماء المرشحة بقوة لخلافة جمال بالماضي على رأس المنتخب الجزائري. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. هيرفي رينارد هو لاعب كرة قدم محترف سابق ومدرب حالي، سبق له وأن شغل منصب مدرب لمنتخب زامبيا الوطني، حيث فاز معه بكأس الأمم الأفريقية 2012، ثم فاز بكأس الأمم الأفريقية 2015 مع منتخب ساحل العاج، ليصبح بذلك أول مدرب يفوز بكأسين أفريقيين مع منتخبين مختلفين، كما درب المغرب والمنتخب السعودي. كيروش 70 سنة، هو مدرب كرة قدم برتغالي يدرب حاليا المنتخب قطر، شغل منصب مدرب منتخب البرتغال، الإمارات العربية المتحدة وجنوب إفريقيا وإيران وكولومبيا، وقاد جنوب إفريقيا والبرتغال ومصر وإيران للوصول إلى كأس العالم. البوسني وحيد حاليلوزيتش تولى تدريب منتخب الجزائر في عقد يمتد ل3 سنوات، وقد استطاع التاهل للدور الثاني من كأس العالم 2014، وقبل أن ينهزم أمام بطل الدورة آنذاك المنتخب الألماني بعد المرور للأشواط الإضافية، درب عدة أندية ومنتخبات منها كوت ديفوار، اليابان والمغرب. البوسني فلاديمير بيتكوفيتش يحمل أيضا الجنسية السويسرية والكرواتية أيضا، الذي درب المنتخب السويسري في 78 مباراة كاملة، وصار أفضل مدرب في تاريخ هذا المنتخب، كما قاد فريق لازيو، وكانت آخر محطة تدريبية في مشواره البطولة الفرنسية. مجيد بوقرة لاعب جزائري سابق، لعبا لعدة أندية ودرب المنتخب الجزائري للمحليين، وفاز بلقب البطولة في كأس العرب، كما درب سنة 2023 نادي المرخية القطري. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.